برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الخير عليكم، معاكم جنى وده النهاردة عشان أكلمكم على موضوع حيوي جدا ومهم بالنسبة لكل الأعمار، وهي العلاقات بشكل عام. هنقول بقى علاقات الصداقة أو الحب أو العمل، أيا كان شكل العلاقة. خلينا نتكلم على علاقات الصداقة وقد إيه هي مهمة بالنسبة للشباب، وزي ما هي مهمة برضو بالنسبة لنا هي مهمة بالنسبة للشباب. أو بالنسبة لي بحس إن هما بيملوا حاجات كتير قوي وفراغ، وبرضو في أوقات بتبقى محتاجهم في الوقت الصعب قبل الحلو. واللي أنا بفضلها أكتر هي علاقة القرايب، واللي هي مؤخرا بقيت أشوفها مهمة جدا. مثلا واللي أنا علاقتي بقرايبي البنات حلوة جدا، واللي أنا بشوفهم بجد مالوا كل الفراغات اللي أي صديقة ممكن تملاها، وبتبقى بجد أصدق وأوفى بكتير من علاقات البنات. أنا مثلا حصل لي موقف من كام يوم وكنت في مشكلة كبيرة، وهي تعب مامتي واللي وصل للمستشفى. في الوقت ده أكتر ناس لقيتهم جنبي هم أهلي وقرايبي، بس مش معنى كده إني بقول إن علاقات الأصدقاء وحشة أو مش حلوة. على فكرة أنا لقيت دعم من ناس كتير قوي وصحاب، بس طول اللي أنا قصداه إن أهلك هم أكتر ناس بيبقوا موجودين قبل أي حد. ولغاية دلوقتي صحابي موجودين جنبي بيبقوا عايزين يعملوا كل اللي يقدروا عليه، بس حقيقي اللي أنا قصدي عليه إن قرايبك هم أكتر ناس يقدروا يسعفوك قبل أي حد، واللي هتلاقي منهم دعم وثقة وحب من قبل أي حد. بس ده ما يمنعش علاقة الأصدقاء قد إيه مهمة. طبعا في ناس بتبقى جدعة جدا، حقيقي أنا ليا كام واحدة بس في موقف زي اللي حصل كانوا واقفين جنبي جدا، ومش شرط يبقوا 10 من سنين على فكرة، لسه عارفاهم من كام شهر، زي علاقة صحاب الجامعة. زي ما اتكلمنا عن علاقات الصداقة هنتكلم عن علاقات الحب، واللي كلنا بنحبها طبعا، وقد ايه هي مهمة في حياتنا. أنا واحدة منكم وبحبها، وقد ايه بنحب نسمع كلام حلو من حد مفضل لينا، أو زي ما بنقول اللي في علاقة معاه وبنحبه. بس قبل ما يحصل كل الحاجات دي اختاروا صح، اختاروا العلاقة اللي تعرفوا تتكلموا من غير قيود، من غير خوف، من غير ما تبقى خايف اللي قدامك يفهمك غلط. اختاري العلاقة الناضجة، العلاقة اللي يبقى فيها نقاش من غير بعد وزعل. اختاري تقدري تثقي فيه قبل أي حد، واللي تبقي عارفة إنه دايما هتبقي انت في المكانة الأولى مهما كانت الاختيارات اللي قدامه. برضو الاحترام المتبادل مهم جدا، ولازم نقدر الحاجات اللي بتضايق الطرف التاني وما نعملهاش حتى لو احنا مقتنعين بيها، زي مثلا موضوع الباست فريند، وإن فيه ممكن حد يتقبلها وممكن لأ. أنا واحدة مش ضدها، ما تبقاش اوفر يعني. طالما في شخص في حياتك لازم يبقى فيه ليميتس في علاقتك بالباست فريند، عشان لو تعدت الليميت او ما بقتش موجودة، طيب ايه اللي هيبقى فارق بينك وبين الشخصية الموجودة في حياتك او المرتبط بيها؟ انا مثلا هحكي لكم على موقف قريب مع واحدة صاحبتي. هي من سنتين كده عرفت حد وهو كان اتراكتد ليها، وحاول بكل الطرق يقرب ليها اكتر واكتر. ابتدى يقرب، يبقوا فريندز وفي حياة بعض، وكان شايف بجد كل حاجة حلوة فيها، وكمان عايز يبقوا في ريليشن، بس عشان هي كانت لسه مش متأكدة او محتاجة وقت فموافقتش. بس كان عنده باست فريند لما هي كمان ابتدت تاخد قرار، لقيت ان حرفيا وجودها في حياته مش زي ابدا الباست فريند، وهو كمان كان مكتفي بالتانية. بعد فترة كبيرة بالشهور، وبعدين بعديها بفترة رجع للبنت اللي بيحبها وحاول يقنعها انه هيتغير. وافقت ورجعت، بس كان جواها خوف، وكانوا كويسين جدا في الاول لغاية ما ظهر باست فريند جديدة غير الاولى. وهنا ظهرت المشكلة تاني، باست فريند تانية مختلفة. ابتدت كل ما تقوله ان يبقى فيه ليميتس يقول لها ان الموضوع غير قابل للنقاش او حتى ان هي تتناقش فيه، وابتدى يفهم البنت اللي بيحبها ان الباست فريند دي مجرد صديقة، لغايه ما طريقته اتغيرت وابتدى يبعد ويقطع مع نفسه. وفي اللحظه دي عرفت ان هو والباست فريند بقوا في ريليشن مع بعض. انفصلوا عن بعض فتره، وبعدين ظهر في حياتها لتالت مره، والمره دي برضو كان متغير وبيقول نفس الكلام، وانه اتغير وانه بيحبها وحياته من غيرها ملهاش طعم. وقدام كلامه ده رجعت له تاني، وكالعادة بعد شوية رجعت ريما لعادتها القديمة، وبدأ مزاجه يتغير وتحصل خناقات من أقل حاجة، والتبرير دايما إنه مضغوط من الدراسة. وهنا كان لازم تكتشف إن في باست فريند جديدة وهي اللي مسيطرة عليه، وحصل موقف جديد خلاها تتأكد إن دي مش مجرد باست فريند ولا أي واحدة قبل كده كانت باست فريند، وإنه تقريبا بيستغل مشاعرها، وإن هي بتسامح كل مرة، فده خلاه يتمادى في الغلط، وإنها كانت لازم تعمل اعتبار لنفسها وكرامتها. ومن هنا كل حاجة انتهت. بس عارفين بعد كده ايه اللي حصل؟ قررت تستغل الموقف ده وتعمل حاجة هي بتحبها، وتنزل تتدرب وتنزل تاخد كورسز. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة، وانا حبيت اشارككم رأيي، ولو عجبكم قولولي رأيكم، ويا رب اكون كنت خفيفة عليكم.